معقولة؟ أهو لو كان حد قالي ما كنتش هصدق. أي نعم هو ابني، لكن ما كنتش عارفة إنه الأمور عنده وصلت لكده. أول ما ابتدى يعمل كده كنت بكتب نفسي وأقول أكيد مش قصده، أو أكيد هو مش واخد باله. لكن اليوم اللي دخل ورايا المطبخ وشفت الحاجات عنده أنا اتخضيت وما كنتش مصدقة أبدا إنه ابني يعمل كده. لكن بصراحة كانت حاجة فوق الخيال ومحدش يقدر يصدقها. بتحكي صاحبة القصة وبتقول: أنا متجوزة من 20 سنة، ومن ساعة ما اتجوزت وأنا جوزي يعني على قد حاله في كل حاجة، عشان صحته دايما تعبانة، وأنا ما كنتش بدقق أوي، ما كنتش عارفة ولا فاهمة لسه. يعني ده أول راجل في حياتي، هعرف الموضوع ده إزاي؟ وعشت على هذا الأساس. أي نعم كل مرة كان الموضوع ده بيخلص كنت بحس إنه في حاجة ناقصاني، في حاجة لسه ما كملتش، لكن ما كنتش عارفة إيه. لدرجة إنه أنا حاولت أجرب كذا حاجة مع نفسي، لكن برضو في حاجة ناقصة. وأنا بصراحة عمري ما كان ليا أصحاب أو معارف بدخلهم في حياتي الشخصية، وما كنتش بتكلم مع حد أبدا في المواضيع دي. علشان كده يعني كنت بكبر دماغي وأقول يا بيت ما تتكلميش، وفضلت على الحال ده. خلفت من جوزي ابني ده، ابني الوحيد اللي ما عنديش غيره. كنت فرحانة به جدا، وكمان لأني بحب خلفة الأولاد أكتر شوية كنت فرحانة إنه هو إجا ولد. قلت هيبقى سندي وظهري في الدنيا. كبر ابني وعلمته أحسن تعليم، لكن طول الوقت معاملته معايا كانت بطريقة غريبة. كنت بحس بصراحة بحاجة غريبة من ناحيته، ما كنتش ببقى فاهمة هو بيعمل كده ليه. لكن كنت برجع أقول لنفسي معلش، أقول يمكن كبر وبقى شاب وبيغير عليا زيادة عن اللزوم. فكنت بسيبه يعمل كل اللي هو عايزه، وكان كمان ساعات يعني بيعمل حاجات كده غريبة، زي ما يكون قاصد يوريني الأمور عنده عاملة ازاي. لكن برضه ما كنتش بحط في دماغي أي حاجة غلط ولا أي حاجة وحشة. وفي يوم من الأيام جوزي يعني قالي إنه هو عايز يروح عند والدته يقعد معاها يومين لأنها تعبانة شوية. وأنا بصراحة حماتي دي ما كنتش بحب أتعامل معاها أبدا. قالي ما تيجي معايا؟ قلتله لأ، روح انت وأنا هقعد هنا في بيتي. وفعلا جوزي سافر، وأنا قلتله إن أنا هقعد هنا في البيت، وفضلت قاعدة مع ابني. وكل يوم جوزي يكلمني ويقولي معلش، أصل أنا والدتي تعبانة شوية وهقعد معاها كام يوم كمان. وأنا ما كنتش بدقق معاه، أصل وجوده معايا زي عدمه، فما كانش بيفرق معايا بقى إذا كان يجي ولا لأ. أصل الراجل اللي زي كده عدم وجوده أحسن وأريح للست. لكن في حاجة غريبة حصلت من ساعة ما جوزي سافر. ابتدى ابني ما يسألش على أبوه أبدا، ده بالعكس، كان كل لما أقوله إنه هو هيقعد يومين كمان يقولي أحسن، علشان نقعد لوحدنا ونقعد براحتنا. ما كنتش فاهمة يعني إيه نقعد براحتنا. كنت بقول إيه اللي مزعله من وجود أبوه؟ إذا كان عليا يعني ما يفرقش معايا، لكن كان لازم أفهم هو كان يقصد إيه. لكن كنت بكبر دماغي وما حاولتش يعني إن أنا أسأله. عدت الأيام، وفي يوم من الأيام طلب مني ابني يعني إنه أنا أدخل حضر له الغدا. وفعلا دخلت المطبخ، وأنا بصراحة
يعني الشقة عندي بتبقى حر شوية، كنت ببقى قاعدة في البيت وواخدة راحتي شوية، ما أنا اللي قاعدة يعني وابني اللي موجود مش حد غريب. لكن فجأة لقيته دخل ورايا المطبخ وبيسألني خلصت الأكل ولا لسه. لقيته إجا كده ورايا وحسيت إنه في حاجة جت فيا، وطبعا انتم فاهمين قصدي. وأول ما حسيت بصراحة اتصدمت، برقت شوية كده، لكن ما كنتش قادرة أسأله إيه ده. وبعد شوية طلع يجيب حاجة ورجع تاني وعمل نفس اللي عمله، والمرة دي اتأكدت يعني هو عمل ايه. لكن اللي أنا كنت شاكة فيه هو يقصد ولا عمل كده من غير قصد. لكن الحاجة اللي عملها دي بصراحة كده حركت فيا حاجات كنت خلاص فكرتها إنها ماتت من زمان، وقلت إن أنا هحاول أعمله اختبار كده صغير وأشوفه هيعمل إيه. اليوم ده بالليل دخلت الحمام وكنت بصراحة عاملة يعني إنه أنا هنسى الفوطة علشان هشوف يعني هيعمل إيه. ناديت عليه وهو جابلي الفوطة وفضل واقف قدامي شوية وما كانش بصراحة مصدق نفسه. وأنا أول ما شفته كده بصيت يعني في مكان معين، أول ما شفت كده وعيني جت على اللي انتم فاهمينه بقى حبيت. معقول أنا مخلفة كل ده؟ طب ازاي ده أبوه يعني يعتبر ما عندوش أي حاجة خالص، حاجة بسيطة، وفي الوقت ده هو اتدربك كده وما كانش عارف يعمل ايه. لكن أنا حاولت أهديه، وفي الوقت ده طلب مني إن هو يعمل حاجة وأنا بصراحة وافقت. وبعد ما عمل كده حسيت وقتها إنه أنا خلاص مش عايزة حاجة من الدنيا تاني، وأنا كنت مبسوطة. وهو بصراحة ابني ما خلاش في نفسي أي حاجة، كل حاجة كنت بطلبها كان بيعملها زي ما بطلبها وأحسن، لدرجة إن أنا ما بقيتش عايزاه يتجوز عشان ما يبعدش عني، وكمان بقيت أغير عليه زي ما هو كان بيغير عليا في الأول. أصل الموضوع عنده مش قادرة أقول لكم عامل إزاي. أنا شخصيا لما عملت الحاجة دي وشفتها اتخضيت، ما بقيتش عارفة بقى أعمل إيه. وبصراحة كده أنا محتارة ومش عارفة يعني أطلب الطلاق من جوزي ولا أفضل عايشة أنا وابني عشان نقعد براحتنا، ولا أعمل إيه. جوزي بحكم إنه هو كبر في السن خلاص وطلع على المعاش وبقى قاعد في البيت، وطول ما هو موجود في البيت مستحيل ده يحصل، والشقة بتاعتنا صغيرة قوي يعني ما ينفعش يحصل ده وهو موجود. علشان كده أنا مش عارفة أعمل إيه ولا أتصرف إزاي، أطلب الطلاق من جوزي ولا أفضل عايشة أنا وجوزي وابني زي ما إحنا. أنا بجد مش عارفة أعمل إيه، تعبت من التفكير وموصلتش لحل خالص. وابني بيقولي ده هو راجل كبير وبينام بدري، ما تشغليش بالك بيه. وأنا مش عارفة أعمل إيه، أسمع كلام ابني ولا أعمل إيه.